الله يحفظك. أيوة. وليس هو أول من قال هذه الفكرة. ماذا قال الشيخ الشيخ محمد الحسن؟ أيوة. قال: وتتوسل به فهو محل حط جبال الوزر عن أخي الثقل. شفاعة النبي ما تعاظم شيء لها بركة وعظما. معتقد خلاف ذا سريرة قد طمست وما اهتدت بصيرته. إلى أن يقول: وفاق إجماعا بقاع الأرض ما ضم أعضاء النبي المرضي صلى الله عليه وسلم. ورأيت في الكتاب هذا دليل الناس لما يخفى من المناس، والحمد لله أني كنت سببا في نشره وتبعته. الحمد لله. يعني عندما كتبه وسوده ذهبت إلى أحد المحسنين وطلبت منه، فالحمد لله تدخل عند ابن عمي من الإثرياء طبعا. الحمد لله الحمد لله. والكتاب موجود اسمه دليل الناسك لما يخفى من المناسك، وفيه لطيفة أريد أن أتحفكم بها قاطعة فيها أن الذي يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: صلى الله عليك يا رسول الله 70 مرة، ناداه مناد بأن قضيت حاجتك ولم ترد له دعوة، وبأي صيغة صلى الله عليه يا نبي الله صلى الله عليه، لكن يكون الضمير ضمير خطاب. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا نبي الله، صلى الله عليك. ايوه برضه المكايش فيه برضه 70 مرة. هذا في دليل الناس. ما هو يا شيخ قال ما نتأخر والله 70 مرة هذه ضروري كل يوم. بسم الله اللهم صل. شيخنا دعونا. الله يتقبل.